أبنائي طلبة وطالبات الصف الرابع الابتدائي، معادنا النهاردة إن شاء الله مع الدرس التاني واللي بعنوان الخريطة في حياتنا. خدنا في الدرس اللي فات إزاي نرسم مخطط من بيتنا لغاية الحديقة، وعرفنا إن الخريطة أو المخطط ده هو بداية رسم الخريطة. فالمخطط ده البداية اللي على أساسها نقدر إن احنا نعمل خريطة ونحوله إلى خريطة. طبعا الخريطة ليها عناصر وليها ألوان وليها أهمية، ده هيكون محور كلامنا النهاردة. الخريطة في الأول معناها رسم مصغر يوضح سطح الأرض أو جزء منه باستخدام الرموز والألوان وبمقياس رسم محدد. الخريطة بيكون ليها عناصر، الخريطة ليها 4 عناصر. أول شيء في عناصر الخريطة هي وردة البوصلة، يبقى ده وعنوان الخريطة والمقياس الرسم، وكمان مفتاح الخريطة ليها أربع عناصر الخريطة. يبقى أول حاجة عنوان الخريطة، مفتاح الخريطة، وردة البوصلة، ومقياس الرسم، وكل واحد من ده هنشرحه بالتفصيل إن شاء الله. فأول شيء معانا وهو عنوان الخريطة. لو اتكلمنا عن أول حاجة معانا، إيه عنوان الخريطة؟ عنوان الخريطة ده الشيء أو الحاجة اللي بيوضح لنا موضوع الخريطة، بيبقى مكتوب على الخريطة اسمها، فده أعرف منه هي الخريطة بتتكلم على إيه، ده موضوعها. تاني عنصر معانا أو تاني اهم حاجه مهمه جدا هي ورده البوصله. بتبقوا شايفينها كده ايه في جنب كده من ايه من جوانب الخريطه، ودي بتساعدنا في تحديد المواقع والاماكن والاتجاهات على الخريطه. يا اما موقع الاماكن واتجاهاتها فين على الخريطه، دي ورده البوصله اللي اتكلمنا عنها في الدرس اللي فات. اما العنصر الثالث وهو مفتاح الخريطه، ده بيبقى موجود برضو في احد الاركان كده، ويشرح معنى الالوان وكل الرموز اللي استخدمناها في الخريطه. واخر عنصر من عناصر الخريطة اللي معانا وهو مقياس الرسم. مقياس الرسم اللي هو بيبقى ارقام كده في جنب كده في الخريطة، ده مهم جدا، بيشير إلى نسبة على الخريطة وما يقابلها على أرض الواقع. يبقى مقياس الرسم ده في غاية الأهمية بالنسبة للخريطة. وعشان نحس قد إيه مقياس الرسم مهم، أنا ممكن أقيس بيه أي مسافة على الخريطة وأعرف المكان ده اللي هسافره هياخد مني إيه قد إيه وقت، أو قد إيه مسافة قد إيه في الطبيعة. يعني لو مسافة بين القاهرة وسوهاج 5 سم على الخريطة، والخريطة دي مقياس الرسم بتاعها 1 إلى إيه كل 1 سم ب100 كيلو متر. المسافة على الطبيعة قد إيه؟ أول شيء هنقرأ مقياس الرسم الموجود على الخريطة، نلاقيها 1 سم على الخريطة بتساوي 100 كيلو متر في الواقع. تمام. هنحدد المسافة بين القاهرة وسوهاج، المكان اللي احنا هنسافر ليه، هنقيسها نلاقيها 5 سم. هنضرب عدد السنتيمترات بتاعة اللي احنا قسناها على الخريطة دي في مقياس الرسم اللي عندي، يعني ال5 سم اللي بين القاهرة وسوهاج هنضربهم في ايه؟ في مقياس الرسم اللي هو 100 كيلو. إذا المسافة دي آخر خطوة معايا، المسافة تكون بين القاهرة وبين سوهاج هتكون كام؟ بسيطة، تكون 500 كيلو. بعد ما ضربناها طلعت 500 كيلو، فدي المسافة في الواقع. احنا كده اتكلمنا عن ايه عناصر الخريطة. تاني جزئية معايا ألوان الخريطة. الخريطة عليها ألوان، لا مش اللي بالكم فيها، ألوان معينة، ألوان بتحدد لي حاجات معينة هو عايز يشرحها لي من غير ما يتكلم. أول ما أشوف الألوان دي هفهم معنى ومدلول الألوان. يعني اللون البني ده، طبعا أنا بتكلم على خريطة التضاريس، بيوضح اللون البني الأماكن المرتفعة زي الجبال والهضاب. أما اللون الأخضر على خريطة التضاريس معناها الأراضي الأقل ارتفاعا، أراضي مش عالية قوي. زي إيه؟ زي السهول. يبقى السهول أراضي قليلة الارتفاع ليها على جوانب البحار، الأراضي اللي حضرتك فيها حاطط فيها الشمسية وقاعد تلعب في الرمل، دي اسمها السهول. دي أراضي بتتلون على الخريطة باللون الأخضر، أو أي أراضي منخفضة. أما بقى اللون الأزرق على الخريطة بيشير إلى المسطحات المائية، محيطات، بحيرات، بحار. طبعا فهي ايه بيبقى لونها ازرق على الخريطه، وهي ده برضو نفس اللون بتاعها في الواقع. الخريطه مهمه، طبعا مهمه جدا في حياتنا، وبتساعدنا في معرفه الاماكن حولنا. احنا حاجات كتيره بنعرفها عن طريق الخريطه. طيب في ناس بتستخدم الخريطة طبعا، زي مدرس الدراسات، معلمة الدراسات أو مدرس الدراسات الاجتماعية بيستخدمها في الشرح. مين كمان؟ التلميذ. حضرتك محتاج الخريطة جدا في حياتك، محتاجة فين؟ في المذاكرة، وهيبان كده الفترة الجاية هتستخدم الخريطة كتير. مين كمان بيحتاج الخريطة؟ السائح.
السياح بيبقى معاهم خرايط مترجمة، والخريطة دي بيستخدموها في الوصول للأماكن السياحية والأثرية. اما الشخص اللي محتاجه بعد كده هو المزارع. حتى الفلاح محتاج الخريطه، طبعا محتاج الخريطه. ليه؟ انها بتحدد موقع الاراضي الزراعيه، الارض بتاعته والحيازه بتاعته، والارض مكانها فين، ده برضه المزارع. الجندي بيحتاج الخريطه عشان تحدد المواقع العسكريه عشان المعارك. وقائد الطائره، قائد الطائره بيحتاجها علشان يحدد مسار الرحلات الجويه، ده في الجو، قائد الطائره في الجو. لكن قبطان السفينه لا، ده بيحدد بقى مسار الرحلات بتاعته البحرية. المرة دي قبطان السفينة لا، ده في البحر. مين كمان بيحتاجها؟ المهندسين. حتى المهندس بيحتاج الخريطة في التخطيط لإنشاء المباني والطرق. إذا الدرس النهاردة كان درس سهل وبسيط. نتقابل إن شاء الله مرة تانية على قناة بلقيس 2000، ومنساش الشير واللايك.